بعد خطوة من تقديم محمد صلاح جديد، والخطوة دي اسمها حمزة عبد الكريم. في الأيام الأخيرة بدأ برشلونة يتحرك بجدية لضم الموهبة المصرية الصاعدة حمزة عبد الكريم في مفاوضات مباشرة مع الأهلي، خطوة لو تمت ممكن تغير مستقبل اللاعب بالكامل. حمزة عنده 17 سنة، جناح أيمن سريع، سرعته توصل ل 34 كيلومترا في الساعة، وسجل 9 أهداف مع منتخب مصر تحت 17. أرقام ثابتة ومؤكدة بتقول إن الولد عنده بصمة. العرض الحالي من برشلونة واضح: إعارة موسم واحد مع أحقية الشراء لو أظهر نفس المستوى اللي ظهر بيه في الفترة الأخيرة. والأهلي حاليا بيدرس هل يفتح الباب لاحتراف مبكر ولا يفضل يحتفظ بموهبة كبيرة زي دي. الموضوع كله دلوقتي واقف على قرار ممكن يصنع مستقبل لاعب، ويمكن يفتح باب جديد للمصريين في أوروبا. قول لي رأيك. حمزة عبد الكريم، هل يكون محمد صلاح الجديد؟